ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، عايزه اقول لكم بشكركم جدا 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 على الحاجات الحلوه اللي انتوا بعتوها لي، وكمان على كلامكم الحلو والايجابي. بصراحه بجد يعني الحمد لله. يعني انا احسن شويه، احسن يعني هنقول بنسبه 40% احسن. الحمد لله الحمد لله احسن. صحتي يعني ابتدت ان هي تبقى كويسه شويه. ف الحمد لله. فمن ساعه الفيديو الاخير طبعا ما نزلته لقيت طبعا كمية ردود فعل حلوة قوي قوي من ناس كتيرة قوي بعتت لي على الواتس او رسائل، كانت بتطمن عليا كتير جدا جدا، سواء ناس اعرفهم سواء ناس ما اعرفهمش. والله العظيم عمري ما كلمتهم في يوم من الايام ولا اعرفهم، بس يعني كلموني وكانوا يعني عايزين اقول لكم بيشجعوني جدا جدا. النهارده بقى حان وقت السفر خلاص. طبعا حضرت الحاجات اللي انا هاخدها معايا وهنشوف بقى طبعا، لاني بصوا عايزه اقول لكم نصايح مهمه جدا جدا لأي واحدة طبعا رايحة العمرة وكده. إن شاء الله ربنا يكتبها لكم جميعا، وربنا يرزقكم بزيارة طبعا الحرم والنبي، ويعني ربنا كده يكتبها لكم يا رب. يكتب لكم عمرة وحج بإذن الله، واللي ما حجش يحج، واللي طبعا واللي راح عمرة قبل كده اللهم عود ليه بإذن الله، ويرزقكم بالذرية الصالحة بإذن الله. اقول لكم نصايح. بصوا بقى، عايزه اقول لكم من الالف للياء، يعني تجهيز الشنطه من الالف للياء باذن الله. من الادويه، من كل حاجه هتشوفوها دلوقتي معايا. تعالوا بقى نشوف كده على طول، بس اضغطوا لايك بقى على الفيديو، اضغطوا لايك على الفيديو، اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، تمام. واعملوا تعليق حلو ازيكم وانتوا بتتابعوني من انهي بلد، وقولي طبعا اتفرجوا على الفيديو كله، قولوا لو في ملاحظه انتوا مش انا عايزه او انا ما زودتهاش ملاحظه، انا ما زودتهاش، او في حاجه ضروريه انا ما حطيتهاش، يا ريت تقولوها لي قبل ما اسافر باذن الله. انا ممكن الفيديو ده ينزل لكم اصلا وانا هناك يعني باذن الله، ما اعرفش انا هعمله غير مدرج ويعني هنزله كده، هو ينزل لوحده. مش عارفه هيبقى معايا النت هناك ولا لا. تمام. بص بقى، بالنسبه لللبس اللي انت هتاخديه لازم يكون لبس، بص لازم تكوني منظمه كل حاجه. طبعا انا خدت معايا هنا غيرات، يعني الباديهات، لازم باديهات لازم تلبس تحت الهدوم. بادي اسود، بادي بني، بادي ابيض، ده لازم تمام. والهدوم الهدوم اللي انت هتقعدي فيها في الفندق طبعا، يعني بيجامتين ولا حاجه. وطبعا هدومك الداخليه، قصدي يعني الحاجات اللي هي اللي بتتلبس تحت الهدوم يعني. انا واخده معايا اسدال صلاه، واخده معايا عبايتين سودا. بس دي الحاجات اللي انا هحتاجها، انتوا فاهمين، مش عايزه اكتر. تمام. واخده معايا كمان اسدال، قلت لو احتاجته ماشي اسدال، يعني واخده معايا اسدالين وعبايتين. واخدت معايا فوطين، فوطه صغيره وفوطه كبيره، بشكير كبير وفوطه صغيره. انا مش عايزه اعتمد برضو على الفوط اللي هي بتبقى في الفندق، يعني مش عارفه بقى هتبقى كويسه ولا لا، فقلت اما اخد برضو معايا يبقى احتياطي. واخدت طبعا هنا برضو معايا هنا طبعا الطرح، لازم طرح بقى سودا وبيضه، والباديهات. تمام. هنا بقى عايزه اقول لكم الحاجات دي ضروريه قوي قوي اللي انت هتاخديها، اطباق فل كده. وكمان كوبايات كرتون، تمام. تشربي بقى فيها شاي، نسكافيه، قهوه، انتوا فاهمين. هنا دي مكنه القهوه، بصراحه خدتها هنا من سلفتي بصراحه. ما كانش عندي، فكنت متخوفه ان انا ممكن اروح ما الاقيش، انتوا فاهمين، قلت ما اخدها برضو معايا احتياطي. وهنا برضو المعالق البلاستيك، كل حاجه بلاستيك، تمام، بحيث انك انت على طول استخدام واحد وترميها. هنا برضو الشرابات اهم حاجه، لازم تكون شرابات تقيله، ولازم تكون شرابات مش شفافه، ماشي. هنا خدت معايا صابونه، وخدت معايا اريال او اوكسي يعني. المفروض ان انا كنت اجيب اللي هو الجل، بس انا بصراحه ناس كتيره خوفتني منه، قالت ان هو ممكن يتفض في الشنطه بصراحه ويبهدل الدنيا، فحبيت البودر اكتر يعني. تمام. واحط كمان الحاجات الهدوم الداخليه طبعا، وفوط صحيه طبعا للنساء يعني، انتوا فاهمين. وخدت عبايه برضو معايا استبني برضو اقعد فيها هناك. ودي عبايه طبعا العمره اللي هعمل فيها عمره ان شاء الله، يا رب يا رب كده يجعلها عمره مقبوله باذن الله. وطبعا اهم حاجه الادويه، اهم حاجه الادويه. طبعا هنا الادويه زي ما كان عندي انتينال، دي اهم حاجه عشان طبعا تغيير الاكل هناك وتغيير الجو. هنا ديت نقط اتروفين، نقط اتروفين ديت طبعا لحساسيه الانف، عشان انا عندي حساسيه انف. وعندي برضو الدواء ده اللي هو اسمه ياسمين، ماشي. ده طبعا السيدات للعذر، طبعا انتوا فاهميني. طبعا خدت هنا مضاد حيوي، شريط مضاد حيوي، وخدت هنا اللي هو توكسان، ده اللي هو بتاع دواء الكح. عايزه اقول لكم دواء الكح هناك ب 600 جنيه مصري، والله العظيم الادويه هناك غاليه جدا. واحده صاحبتي عشان بس تجيب دواء كح لمامتها ب 600 جنيه،
انتوا فاهمين. وكينا كومب برضو للتسلخات عشان برضو المشي الكتير والكلام ده. وجبت تمام دواء للبرد، وكمان جبت كمان بنادول، وجبت كام حقنه كده فولتارين برضو علشان لو مشيت كتير وتعبت وعظمي وجعني وكده. تمام. دي الادويه اللي انا هاخدها. في ادويه بقى اللي انا باخدها اصلا على طول، ادويه اللي انا باخدها دلوقتي حاليا، انا اصلا تعبانه حاليا دلوقتي، فاخدها في الشنطه بتاعه الباك بتاعتي اللي انا هاخدها معايا على طول يعني في الطياره، ماشي. اما الادويه ديت اللي انا قلت لكم عليها ديت احطها في الشنطه لاني مش هحتاجها دلوقتي. واحط كمان المصليه. المصليه طبعا غسلاها ومظبطاها يعني، المصليه. وكمان احط كمان علبه مناديل، مناديل كبيره. ودي علبة مناديل صغيرة كده احطها برضو في الشنطة، في الشنطة بتاعتي اللي على الطيارة برضو. الحاجات اللي هي وديت طبعا شبشب كده الحرام بإذن الله، يعني ربنا كده ينولنا زيارته بإذن الله يا رب، واروح كده بالسلامة بإذن الله. بصوا بقى، خلاص الشنطة بتاعت الهدوم خلصت. هنيجي بقى لشنطة الأكل. تمام. وما اقدر، وعلى فكرة نسيت اقول لكم لازم تحطوا شماعتين. انا حطيت شماعتين، وكمان ما تنسوش الفيشة الثلاثية اللي في الفندق، لان الفنادق معظمهم فيشة ثلاثية عشان الشاحن. تمام. ولو عايزة تحط مشترك حطي. هنا بقى شنطة الأكل حطيت 3 علب فول معلب، 3 علب فول كده كانوا واحدة عرض، وجبت واحدة احتياطي كده، وجبت كمان علبتين تونة لاني اصلا مش ليا في التونة قوي، انا مش ليا في السي فود او السمك قوي. جبت هنا كمان هنا اكياس طحينة عشان الفول، وجبت علبة تمر، وجبت كمان حاجات كده انتوا فاهمين. علبة جبنة بقى كبيرة زي ما انتوا شايفين، علبة دومتي. جبت انا بصراحة جبت علبتين دومتي تمام جبنة. جبت علبة حلاوة، وكيس سكر اهم حاجة، ماشي. وعلبة مثلثات، جبنة مثلثات. جبنه رومي بقى عايزه تحطي براحتك، يعني الجبنه الرومي دي هتقعد معايا يومين بالظبط او 3 ايام بالظبط وكده وخلاص. تمام. هي دي بقى الحاجات المعلبات اللي هتنفعك هناك طبعا. كتري بقى في جبنه مثلثات، كتري في المعلبات، احسن من الاكل اللي هناك مليون الف مره، لان اللي راحوا هناك اصلا قالوا لي ان هناك الاكل سيء جدا جدا جدا. هاخد بقى طبعا معايا كام كيس بسكوت كده، طبعا اخدهم معايا في الشنطه على طول، مثلا لو راح الحرم ولا حاجه يكون معايا برضو عشان ايه اتقوت كده بيهم، انتوا فاهمين بقى. العمره مشقه، فلازم تكوني بقى معاكي شويه حاجات كده سناكس كده في الشنطه، بسكوت حاجه مسكره حاجه كده عشان ايه الضغط بتاعك ما يوطوش، ماشي. انا خدت معايا بقى بصراحه نايتي كده، وخدت معايا بسكوت، وخدت معايا شيبسي، وخدت معايا حاجات اللي هي ايه التوينكس والحاجات اللي هي المسكره، لاني انا اصلا ذات نفسي الضغط عندي بيوطى. انا باخد اصلا ضغط برشامة الضغط كل يوم، ضغط منخفض جدا. تمام. وخدت كمان العصير اللي هو العصير اللي هو اللي اسمه ايه ده، المانجا، اللي هو اللي انا بعمله ده، اللي هو البودر، ماشي. بيتعمل على فكرة بيبقى حلو يعني. تمام. وحاطط بقى طبعا نسكافيه عندي بقى، اللي هو النسكافيه بصراحة بقى تحفة يعني، أنا بحبه قوي كمان. والقهوة ده اساسي هناك يعني عشان تصحصحي كده وتكوني فايقة، انك يعني عايزة تقضي اكتر وقت في الحرم باذن الله، او عايزة تقضي اكتر وقت وانت مصحصحة كده وانت فايقة. تمام. زي ما قلت لكم اهم حاجه البسكوت، واهم حاجه الحاجات المسكره، اهم حاجه اهم حاجه الحاجات المسكره بجد، واهم حاجه المشروبات يعني هناك. فلازم تاخدي كل حاجه معاكي كده. انا خدت بقى معايا برضو عصاير هنا، برضو جوزي كان جايب لي كام علبه عصير برضو اخدها معايا. وطبعا كام كيس شيبسي برضو اهم حاجه برضو مع الاكل. وتجيبي مثلا عيش يقضيكي مثلا 3 ايام ولا 4 ايام، وبعدين تشتري هناك عادي. بس كده. وتشتري من هناك زبادي بقى ان شاء الله. انا بقى عايزه اقول لكم ان الشنطه هنا مش كانت مقضيه حاجه خالص، مش كانت الشنطه صغيره اصلا عن الاكل وكده، مش كانت مقضيه، في حاطط في الشنطه الكبيره. فقلت ايه ما افضي ديت واحط بقى مكانها الهدوم، واحط تانية بقى مكانها الاكل، لان هنا الاكياس كانت كتيره، مع انه والله واخده حاجات قليله على فكره مش حاجات كتيره، يعني هتقضينا ان شاء الله 15 يوم. يعني اصلا الحاجات دي ممكن تقضينا ان شاء الله يعني 10 ايام بالكتير يعني، انتوا فاهمين. فغدا وفطار وغدا وعشاء المفروض يعني، او فطار وغدا، او مثلا سحور وفطار، انتوا فاهمين. مش ما حدش عالم ممكن اشتري هناك اكل ولا لا. ولكن بصراحه هما هناك خوفوني جدا جدا من الاكل، بصراحه هناك خوفوني قوي. انا حطيت هنا كل الهدوم بتاعتي تقريبا يعني معظمهم، واحط هنا في الشنطه الكبيره بقى الاكل هرصهم كده جنب الطرح وجنب العبايات
وطبعا عروسي بقى طبعا علب الفول وعلب الجبن والجبنه النستون والتونه والحاجات دي كلها، والتمر ده اساسي هناك. التمر بقى بصراحه كان بيبقى تحفه يعني، التمر بيبقى تحفه هناك. فانا جبت حاجه حبه قليلين كده يقضيني كام يوم، يعني يومين كده ولا حاجه، عقبال ما اشتري من هناك باذن الله. هنا بقى، هنا العصاير وهنا المعلبات اللي انا هاخدها برضه هتنفعني هناك. كل يوم ان شاء الله كده وانا رايحه الحرم باذن الله، كيس بسكوت، على كيس نايتي، على كيس مش كيس عصير، على واحده فيتراك كده، يعني انتوا فاهمين. بتبقى حلوه يعني. لاني هقعد ان شاء الله طول النهار في الحرم باذن الله، مش هرجع الا بعد ان شاء الله يا العشاء او بعد التراويح باذن الله، محدش عالم يعني. فلازم أن يكون معايا برضو اكل يكفيني ان شاء الله الفتره دي. وزي ما قلت لكم كام كيس شيبسي برضو مش هيخسر، لان هناك الشيبسي والحاجات هناك غاليه جدا. وطبعا ما انساش